بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. منذ يومين قد تكلم الأساتذة أكثر شيء وما بقي لنا شيئا، ولكن يعني حسب الخطة الموضوع كان الدعاية الصينية ضد قضية تركستان الشرقية، والدكتور وليد أفاد وأجاد، فأنا أحط بعض الأشياء كتكملة. معروف أن الشيوعية عموما قائمة على المكر والخداع، وحكام الصين يستخدمون العصا في يد والمكر والخداع في يد أخرى ضد شعوبهم، فما بالهم بالمسلمين. يعني منذ احتلت الصين الشيوعية تركستان الشرقية عام 1949 اتخذت أساليب العنف والاضطهاد في داخل تركستان، وفي نفس الوقت لمحو همية المسلمين وتصيينهم وإذابتهم في المجتمع الصيني. لكن الوضع اختلف منذ 2017، واتخذت الصين قرار الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية هذه تكلمنا من أمس وصار واضح لدى الجميع، وهذه الصور خير دليل على كيف تصير الإبادة الجماعية. هذه المعتقلات، هذه ملايين الناس، هذه الأطفال برضو لهم معتقلات وسجون، أطفال من سن 2 لغاية 15 سنة، أطفال لهم معتقلات خاصة ومعسكرات. تم إنشاء معسكرات الاعتقال واسعة النطاق واحتجز فيها أكثر من 5 ملايين مسلم، هذا أقل تقدير. كان الأمم المتحدة قبل 3 سنوات أكدوا بأن هناك حوالي 3 ملايين مسلم معتقل في معسكرات الاعتقال، لكن في اعتقادنا أقل ما يكون 5 ملايين لغاية 8 ملايين، مع أن تركستان الشرقية كلها سجن مفتوح، ومن ضمنهم تم نقل حوالي 1.5 مليون أيغوري وفي تركستاني تقريبا، فيهم أيغوري وقزاقي وكلهم في مناطق الصين للاستخدام القسري في المصانع، وفي نفس الوقت هم يستخدمون لتجارة الأعضاء. هناك تقرير مؤخرا قبل أسبوعين نشر يتم بيع أعضاء أكثر من 50,000 أيغوري في السوق السوداء سنويا، هذا كان من سنوات عديدة ولغاية الآن. يعني الصين تتشدق بالحرية وحرية المعتقد وحرية العبادة. انظروا هذه الصور، خلال ال5 سنوات الماضية انخفضت نسبة المواليد في تركستان لأكثر من 90%، يعني خلال 4 سنوات أو 5 سنوات 90% من المواليد انخفضت. معناته يعني هذا يعتبر إبادة وتطهير عرقي. الآن في تركستان اليوم لا تجد امرأة واحدة محجبة أو رجل ملتحي على مستوى المنطقة. كنا في السابق نرى أن هناك يعني كأن تركستان الشرقية دولة مسلمة أو كأنها دولة من دول الخليج من كثرة الحجاب واللحى. الآن أصبح هذا الوضع. ممكن تنظروا الصور، هذه الصور واقعية، أن امرأة حتى لو لبست لبس طويل يقص بالمقص لأن عندها ميول تطرف، ميول ديني، وإلا لماذا تلبس طويل؟ فما بالكم بالحجاب، فما بالكم بالزي الديني والإسلامي، فضلا عن الزي التقليدي. هذا هو الواقع. يعني أكثر من 95% من مساجد تركستان تم هدمها وإزالتها. يعني في تركستان كنا نعرف أن أكثر من 30,000 مسجد موجود، الآن 95% من هذه المساجد كلها مزالة من الخريطة، لا تجد لها أثر. والتي لم تهدم أغلقت أو استخدمت لأغراض ترفيهية. حتى بعض المساجد، مساجد كبيرة في غلجة في شمال تركستان، استخدمت يعني للموسيقى أو للترفيه أو يعني ما شابه ذلك.
يعني الدعاية الصينية على مستوى العالم وبالأخص على العالم الإسلامي ضد المسلمين في تركستان الشرقية أساليب متعددة، وتستخدم كل إمكانياتها لإخفاء الجرائم. يعني اقتصاديا معروف أن الصين دحين اقتصاد ثاني في العالم. الدول المجاورة مثل آسيا الوسطى، كنا نتكلم من أمس أن آسيا الوسطى دول جوار وإخواننا في الدين والعقيدة، حتى في اللغة، يعني عاجزون عن تقديم الدعم لنا. هذه كلها من الصين ودعم الصين لهم. يعني الصين تدعم الدول آسيا الوسطى ومثل باكستان وغيرها، بس الهدف الأساسي هو عدم مساعدة الأويغور وغض الطرف عما يحدث لهم من اضطهاد، هذا معروف. وكذلك الصين تقدم هدايا سخية للزائرين إلى المنطقة، مثل الأستاذ زهري وغيرهم. كل من يذهب إلى الصين كل واحد يعني مجبر أو يجبر يستلم من الصين هدايا ثمينة بمئات الآلاف الدولارات كل واحد، ليس فقط الشخص أو شخصين. على سبيل المثال، لا نذكر حتى أسماء المنظمات أو أشخاص، يعني أحد مسؤول في ملف الأقليات في إحدى المنظمات حصل على 11 منحة دراسية لأبنائه وإخوانه وأقاربه يدرسوا في الصين. هذه مكافأة يعني طي الملف، هذا معروف. هذه يعني هذا مسؤول حكومي يعني ولا؟ مسؤول حكومي طبعا. معلش، هذا شيء يعني يحزن فعلا. يعني إعلاميا الصين يعني عندها إعلام، عندها آلاف القنوات، مئات القنوات، منها شبكات الإعلام الصينية، مواقع الإنترنت كلها مسخرة لتغطية الجرائم في تركستان الشرقية، مثل فضائية CGTN، هذه تقريبا متخصصة فيها اللغة العربية، إنجليزية وعدة لغات، كلها يعني أغلب برامجها عن المسلمين في تركستان، عن الأقليات، وهذا لهم حرية وما إلى ذلك. لكن الحريات كما رأينا في الصور هكذا تكون الحريات. والسفارات والقنصليات ليل نهار تعمل لتشويه سمعة المسلمين الأويغور، وتكتب مقالات عن حال المسلمين في تركستان الشرقية على أنهم يتمتعون بكامل حريتهم ويمارسون شعائرهم دون تقديم أدلة. يعني نحن عندنا أدلة حتى لو مسربة، لكن الصين لا تقدم أدلة. يعني حتى آخر مرة راحت يعني مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باشليت إلى كاشغر. معروف أن مسجد عيدكا هو أقدم مسجد وأكبر مسجد، تاريخه أكثر من 600 عام، الآن لا يصلى فيه. يعني زارت المسجد لكن لم نرى أحد يصلي، ولا يعني مظاهر الدين لا يوجد. يعني هذا معروف. يعني هذا المقال الصين يعني نشر في إحدى الجرائد العربية، مقال القنصل الصيني بجريدة عكاظ بعنوان المغالطات والحقائق. هو عدد 12 حقيقة و12 مغالطة. كل المغالطات اللي تدعي الصين هي الواقع الذي نحن نعيش الآن من قمع، اضطهاد وإبادة جماعية كلها تحصل. يعني بالنسبة للصين هي مغالطات، والصين هي تريد الحقائق بهذا الشكل، يعني بدون أدلة، بس كلام كله يبيع الكلام. حتى بالنسبة للإسلام كأن الصين هي التي يعني تحمي الإسلام، تدافع عن الإسلام. يعني السفير الصيني هذا مؤخرا 4 يونيو كتب في الشرق الأوسط، السفير الصيني يكتب عن لماذا ترفض الصين الإسلاموفوبيا قطعا. يعني الصين ترفض الإسلام كأنها تدافع عن الإسلام، كان يدافع عن الإسلام، في حين تم إلغاء التمييز بين الحلال والحرام في الأكل، وتم حظر كتابة الحلال في جميع الصين الآن. يعني المطاعم الإسلامية، مطاعم المسلمين في الصين عموما، تم إزالة كلمة الحلال. يعني كل مطعم أو كل متجر مسلم في الصين كان مكتوب فيه الأكل حلال، المواد الغذائية حلال، الآن ممنوع. حتى من عادات الصينيين المسلمين غير التركستاني في داخل الصين، كل واحد مسلم يكتب، ينقش كلمة بسم الله الرحمن الرحيم على مدخل بيته، كل واحد يعرف أن هذا البيت مسلم. الآن تم إزالة هذه الكلمة من النقوش،
حتى لا يبان أن هذا بيت مسلم وغير مسلم. مع أن الدعايات الصينية غير كما يكتب من السفير ومن القنصل وكله يعني يوميا، هذه ليس مجرد مقالات، لكن في كل السفارات في كل القنصليات يوميا هناك وفود يتجولوا في المؤسسات إعلامية، جمعيات، حتى شخصيات، أي شخصية عربية مسلمة يكتب عن تركستان على طول خلال أسبوع أو أسبوعين يأتي وفد صيني من السفارة لزيارته ولتقديم الهدايا. يقدم هدايا، يعني يكون عنده صلة، يتبادل الكلمات، ويقدم عندهم تقارير، عندهم أفلام عن المسلمين الأويغور وما يحصل لهم، وهم يعني كيف يمتعوهم بالحرية وبالسعادة. إذا ما رضخ يأتي هناك تهديد. تمام. تتهم هناك حتى بعض الكتاب المسلمين ينشرون مقالات أعدت متونها من قبل الصين، ينكرون القمع والاضطهاد. الصين السفارات هي التي تجهز المتون، متن كامل لكن باسم عربي مسلم ينشر في جرائد وسائل الإعلام الرسمية، وهذا غير متوفر لنا أهل القضية ننشر في تلك المنابر. تتهم الصين أمريكا والغرب والقوى المعادية للصين بأنها تحاول تشويه سمعة الصين باستغلال منطقة شنجان، ومع الأسف كثير من إخواننا في العقيدة ينظرون لقضيتنا بنفس النظرة. هذا خطأ. منذ 2017 تم إيقاف جميع رحلات الطيران من وإلى أورومتشي من جميع أنحاء العالم، وتم إلغاء إقامات وخدمات المقيمين الأجانب في تركستان الشرقية، وهذا ليس سرا، يعني جميع دول العالم يعرف أن رحلات طيران تم إيقافها من 2017 إلى أورومتشي، وحتى آلاف الأجانب من الأوروبيين وغير أوروبيين ومن العرب الذين يدرسون ويعملون في داخل تركستان تم إلغاء تأشيراتهم وتم طردهم من البلاد. هذا لبداية إبادة جماعية ممنهجة في البلاد، هذا معروف. يعني الأويغور وغيرهم من المهاجرين التركستانيين في الخارج يزيد عددهم 1,000,000، لا يمكن لأحد منهم السفر إلى تركستان. التواصل والاتصال مقطوع من 5 سنوات، يعني الجالسين كلهم بما فيهم أنا لا نستطيع أن نتصل بأهلنا في تركستان منذ 2017. لا أحد يعرف أبوه ميت، أمه ماتت، حي عايش فين، لا أحد يعرف. تستخدم الصين كامل ثقلها الدبلوماسي للضغط على الدول عدم التعامل مع المنظمات التركستانية، وتتهم الأويغور بأنهم متطرفون، دواعش، إرهابيون. هذا كلام يعني تكرر كثيرا. حتى الصين استغلت الصراع في سوريا وسهلت خروج بضع مئات من الأويغور من الصين للوصول إليها، ومعهم جواسيس كمان. يعني حتى لو مناطق الصراع إذا في أويغور 50 أويغوري أقل منهم، يعني حوالي 50-60% منهم جواسيس من الصين أصلا، يعني لتهمة التطرف والإرهاب. يعني هناك تقارير مزيفة، أفلام مفبركة للدول والمنظمات وشخصيات متابعة للقضية تشوه سمعة المسلمين خارجها. يعني معسكرات أسموها مراكز تدريب، لكن وضعهم عرفنا كيف يكون. جميع وسائل التواصل من تويتر وفيسبوك سناب شات وغيرها كلها محظور في الصين، لكن الصين نفسها تستخدم هذه الوسائل لتشويه سمعة المسلمين، هذا معروف. لكن في تيك توك صيني هو المسموح في داخل الصين، في تيك توك صيني للعالم لكن هو نفسه ممنوع في الصين، هذا معروف. الآن يعني بدي أختم. المطلوب من العلماء والمثقفين والشعوب تجاه إخوانهم المضطهدين التمييز بين الدعايات الصينية والحقائق، وأن يرفعوا صوتهم لإيقاف الإبادة الممنهجة. ولديهم وسائل ضغط كثيرة من منابر وأقلام واستخدام سلاح المقاطعات التجارية وغيرها.